عمرك سألت نفسك ازاي تنام؟ تقول لي ايه ده؟ ازاي انام؟ لا انا عمري ما سألت نفسي كده. هو كمان حتى النوم هتطلع لنا فيه وتقول لي في طريقه صحيحه للنوم، هو تمرين في السليم ولا ايه؟ اقول لك لا، النوم في فعلا طريقه صحيحه، والنوم بيأثر عليك كتير جدا جدا في نشاطك وحياتك. مش ساعات بتصحى بعض الايام تحس ان انت مش في المود، جسمك مكسر، في حاجه قفشه الدنيا مش ظابطه؟ ده ممكن يكون بسبب كبير قوي ان انت نايم بطريقه مش مظبوطه. او ساعات تصحى تحس ان رقبتك شد عليك جدا جدا جدا، ده ممكن يكون له علاقه بمشكله او خطا عندك في النوم. النهارده ان شاء الله هنبدا نعرف ازاي ننام بطريقه مظبوطه، ايه الاحتياطات والمحاذير اللي لازم نخلي بالنا منها واحنا نايمين عشان نصحى اليوم اللي جاي بنشاط وحيويه وقوه ونحافظ على جسمنا تماما. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. النهارده كل ما نحتاجه من ادوات هو سرير، 3 مخدات او 3 وسادات او 3 وسائد، واحلى نومه وتنام نومه عميقه جميله جدا مليانه استرخاء وانبساط وتاني يوم طاقه وحيويه. لازم اديكم فكره في الاول عن المخدات اللي بننام عليها دي، وليه هي اصلا شيء مهم، وايه يعني مواصفاتها، ازاي تكون مناسبه ليك انت. اولا لازم عارفين ان العمود الفقري بتاعنا كله انحناءات، يعني في تقوس فوق هنا في عند الرقبه اسمه لوردوزس او التقوس العنقي، وبعدين بنلاقي فيه حاجه كيفوزس او حته تحدب صدري بنسميها ثوراسيك كيفوزس، بعدين بندخل في حته في اللمبر سباين او العمود الفقري او القطنيه من تحت بنسميها لوردوزس تاني او تقعر او تقوس قطني تاني، وبعدين بنلاقي الرجل نفسها الركبه بتتني وتتفرد ففي فراغ هنا، ونزولا الى اسفل الجسم كله بما فيه. كل فايدتنا واحنا بننام او واحنا عايزين ننام، عايزين نملا الفراغات اللي موجوده كلها. خدها قاعده مني، انا عايز املا الفراغات كلها اللي موجوده عشان انام بشكل مظبوط جدا. لاحظ انا قلت املا الفراغ مش املاه بالزياده ويزيد عن حد، وده اللي بيحصل مع المخدات الكتير قوي معانا. اخطاء شائعه جدا بتحصل، تلاقي واحد بقى بيحب يعلي، وده بيحصل مع مرضى الضغط والقلب ومشاكل زي كده، وممكن نبقى نتكلم عن ده بيحصل ليه. بس في ناس كتير قوي للاسف في عاداتها تحب تعلي، تنام كده يبقى نايم بالمنظر ده كده. لاحظوا ان انا عندي فراغ هو هنا بس ما بيني وما بين السرير. لو جبنا الحاجات دي كده شلناها خالص هنا ونمنا بالمنظر ده كده تمام، هو في فراغ ده ما بين القفايا اللي هو اسفل او مؤخره العنق او خلف العنق بالنسبه لي والسرير، المسافه دي اللي هي تقدر ببضعه قد كده، يعني ده بالظبط اللي انا محتاجه. لما انا اجي على وساده زي كده واحطها واقوم نايم، دي بالنسبه لي ارتفاعها مناسب الى حد ما، مش احسن حاجه لان هي رافعه لي دماغي من ورا كتير، لكن الى حد ما ممكن تفي بالغرض بالنسبه لي وتقضي الغرض. دي اول حاجه انا عملتها، ان انا وانا نايم على ظهري، طبعا احنا هناخد النوم في كل البوزيشنز او كل الاوضاع اللي موجوده، وانا نايم على ظهري بالشكل ده كده تحت رقبتي مملي بالمنظر ده. الوساده الثانيه بالنسبه لي هنا يعني دي مش احسن حاجه اشرح بيها، بس هي ستيل هي اللي هنستخدمها عشان نعمل فيها الفيديو. يعني دلوقتي بعد ما خلصت الرقبه نزلت على التحدب الصدري او الثوراسيك كيفوزس، ده تحدب مش تجويف، مش مسافه، مش محتاج اعمل فيها حاجه، فمش هعمل فيها حاجه. هنزل تحت في القطنيه، لو حطيت ايدك وانت نايم على ظهرك كده هتلاقي ان في تجويف او زي تانل او نفق تقدر تعدي ايدك منه تحت في القطنيه. انا عايز املى النفق ده عشان اعمل دعامه لفقرات القطنيه وما توجعنيش. انا ليه بنام بالشكل ده؟ عشان رقبتي ما تصحاش متشنجه، عشان القطنيه ما تصحاش وجعاني، ودي اكتر حتتين بيحصل فيهم مشاكل. فهجيب الوساده الاخرى اللي هي المفروض تكون اصغر من كده شويتين 3 الحقيقه، بس دي اللي موجوده دلوقتي لاغراض التصوير يعني، واحطها اسفل ظهري. المفروض ان فايدتها تكون عامله ايه؟ تكون ماليه التقعر القطني من غير ما تزوده كده بالمنظر الغلط اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان الوساده اللي هي مش مظبوطه، واسفل ظهري من تحت خالص اللي هي المنطقه تحت القطنيه تكون لازقه في السرير. طيب خلصت على كده؟ لا ما خلصتش، هنزل خالص رجليا كده تبقى طايره كده في الهواء، الاقي ان بطني طلعت بالمنظر ده كده ومش هبقى مستريح. في الغالب هتلاقي بعض الناس بتحب تبقى تانيه رجليها كده، ليه؟ لان لما بتنام بالمنظر ده كده بيجي التجويف او الجزء الخلفي بتاع الركبه في اعصاب واوعيه دمويه كتير ممكن تبدا تنضغط، فساعتها بحتاج وساده بالمنظر ده او 2 لو تخلصنا بقى من دي شويه عشان هي اصلا مش مريحه، ونحطهم تحت الركبه بالمنظر ده كده، وابقى نايم حاطط ركبتي عليهم كده. الله ويا سلام على الوضع المريح جدا 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 اللي بعد كده بالنسبه لنا. لو انا اتحركت يمين او شمال وجيت في الوضع بالجنب وهوريكم ازاي بيبدا يتعمل، هكون مستريح جدا جدا جدا. وكده بعد ما خلصنا البوزيشن الاول والوضع الاول وانت نايم على ظهرك وعرفنا ازاي نعمله بالظبط، خلينا نشوف لو نمت واتقلبت على جنبك. الناس بتحب تنام على جنبها اليمين او جنبها الشمال، هنمثله دلوقتي على الجنب الشمال عشان ابقى باصص لكم بس في الكاميرا واعرف اوريكم. نفس الوساده او المخده بالارتفاع المناسب اللي احنا قلنا عليه، لا يكون عالي قوي ولا يكون واطي قوي. المفروض الصح يكون عامل ايه؟ يكون مالي التجويف ده كده مبدئيا، وبعدين مش بس التجويف كده ودماغي تقع، لا حاجه كمان بسيطه تعلي شويه الحته دي. تلاقوا الوساده بصوا جايه من النص ومقفوله، اللي هي الجزء ده يملى التقعر بتاعي اللي هو التقعر العنقي، وبعدين الحته دي كده دماغي من ورا او الاوكسبت او جزء اسفل الجمجمه كده او نصه يكون مرتكز عليها، وده وضع مريح. يلا نشوف بقى دلوقتي لو هنام على جنبي بنام ازاي. هننام على جنبك بنفس الوسادتين الجميلتين، واحده هنحطها ما بين ركبتي وركبتي لان عظم في عظم يوجع. لما اكون نايم بالمنظر ده كده جميل جدا. الوساده الثانيه دي ليها وضعين، يحطها كده وابقى ماسكها كده بالمنظر ده كده وابقى بس ساند بيها ايدي عليا، الا لو انا كمان عندي مشاكل في الكتف اللي فوق فالافضل ابقى جايبها تحت ايدي بالمنظر
ده كده ماليه كتفي بحيث انها تكون معليه كتفي شويه، لان لو شلتها خالص كتفي هيبدا يدخل في وضع اسمه انترنال روتيشن، وضع بيعمل انحشار في اوتار الكتف يعمل لي مشاكل. فده كان البوزيشن الثاني وانت نايم، وهو النوم على الجنب. وانت نايم على وشك هقول النوم على البطن بشكل عام مش شيء لطيف ومش شيء جيد جدا، لكن في وضع ما بين بالجنب وعلى وشك وده شغال، اللي بنسميه موديفايد سايد لاينج او النوم بالورب او بوضع نص كده ما بين البنين 45 درجه. بتيجي نفس الوضع اللي بالجنب ده كده، بالاضافه ان انت بتكون ركبتين اللي الاثنين فوق بعض، لا ده بتكون في واحده طالعه لقدام شويه بالمنظر ده كده، والثانيه بالمنظر ده كده. الوساده اللي تحت هدفها انها تشيل حجم ركبتي اللي فوق فما يحصلش تحميل على ظهري، الوساده اللي فوق شايله حجم كتفي، فالدنيا ماشيه كويس جدا وانا نايم مستريح جدا، واصحى ثاني يوم بطاقه وحيويه وما عنديش اي مشاكل ان شاء الله. الفكره بقى ان المشاكل بتحصل امتى وبتحصل فين؟ بتحصل لما يكون ارتفاع المخده دي عالي قوي او ارتفاعها واطي جدا. المخده دي سفنج او فايبر بطريقه ما ان انت لما تحط دماغك في النص تلاقي نزلت بيك المخده اللي ما بين رجليك الاثنين مش طويله قوي بحيث انها تحتضن رجلك. المخده دي ممكن تكون صغيره شويه فعشان كده تتزحلق مني، فلو هي طويله زي كده يعني لو الثلاث مخدات بنفس الطول ده هيكون شيء اريح ليك كتير جدا جدا جدا. وبس كده يا بطل، لو حافظت على النوم بالثلاث اوضاع دول براحتك، نام على ظهرك، نام على جنبك، نام على الوضع الجانبي بالجنب ده اللي هو بنسميه الموديفايد سايد لاينج، ايا كان الوضع نام على الوضع اللي يريحك وعلى الجنب اللي بيريحك زي ما بيقولوا، بس اتبع الطريقه الصحيحه وهتستمتع بنوم جميل جدا ونوم عميق جدا. لاحظ ان الفيديو ده هيفرق مع ناس كتيره جدا 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 وهنعلمهم ازاي يناموا بشكل صحيح. لو عجبك اكد ان انت تشيره وتعمل لنا لايك طبعا، اكيد ده بيساعد، وقول لي تحت في الكومنتس لما اتعلمت الشكل الصحيح بتاع النوم ده فرق معاك ايه في يومك. وبس كده يا ابطال، كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.